الحقيقة أن المسيح له المجد لم يتركها إلا بعد أن اطمأن على خلاصها. لما قعد معها كده كأب اعتراف حنون لطيف، لسه بسمع الصبح عظة للبابا شنودة عن السامرية، قال كده كأن ربنا كأب اعتراف قاعد معها يقول لها قولي لي فضفضي، احكي لي، ولم ينتزع منها الاعتراف انتزاعا، ولم يجري معها تحقيقا. سين عملت ايه، جيم عملت كذا، سين مع مين، جيم مع كذا وكذا، سين ليه عملت كده، اصلا انا ضعيفة. ابدا ابدا ابدا. كان لك 5 أزواج والذي معك ليس زوجك. قلت له أرى أنك نبي. دي المرأة بدأت تحسن أسلوبها، قلت له يا سيد، ده انت بيقول لك يا ست الكل، ده انت السيدة الأولى، ده بيقول لك ألفاظ وتعبيرات يعني يمدحوك. قلت له لا، كلهم بيضحكوا عليا، ولا واحد فيهم اتعامل معايا أنا كسيدة. كلهم بيتعاملوا معايا أن أنا عبدة رغباتهم وشهواتهم. لم يرفع أحد من شأني ويعلي من قيمتي ويشعرني بذاتي ويشعرني بكرامتي ويشعرني بإنسانيتي ويشعرني بأدميتي غير هذا المعلم. يا معلم، يا سيد، أنت المسيح. هو المسيح، هو المسيح المخلص. يا سلام على ربنا في تقربه، في قربه الإنسان، يبحث عن كل واحد فينا عشان يخلصه. يا بخت اللي بيستجيب ويتجاوب مع نعمة ربنا. يا بخت اللي بيقعد مع ربنا ويفضفض كده ويحس بمحبة ربنا ليه وحنية ربنا ليه. يا بخت اللي بيكتشف حنان الله وقلب الله وجمال الله وعزوبة الله ورحمة الله. يذوب القلب خجلا ووجلا أمام هذه المحبة العجيبة، أن الكبير يأتي للصغير، أن المعلم يستمع للتلميذ، أن السيد يتفاهم مع العبد، أن القدوس يتعامل مع الأثيم، أن البار يتعامل مع الشرير. حقا هذا هو المسيح مخلص العالم.